السلام عليكم. كيفاش تتصالح مع راسك؟ كيفاش تعيش السلام الداخلي؟ وكيفاش تعيش بدون الحروب الفكرية اللي كتكون عندك في راسك وفي النفس ديالك؟ ما كاين ما احسن من انك تكون متصالح مع راسك وتكون متقبل راسك وكتبغي راسك، لان كل حاجة كتتوفر في الخارج ديالنا هو كاين في الداخل ديالنا، هو متواجد في الوعي الداخلي ديالنا. كانت شجرة، كانت هاتف، بيت ديالك، الواقع ديالك كامل كله متواجد في الوعي الداخلي ديالك. فملي كيكون الوعي ديالك الداخلي في حالة حرب، فهذا كيعني أن الوعي ديالك كيشكل لك واقع خارجي كله حرب. وملي كيكون الوعي ديالك في حالة تصالح، فهذا كيعني أن الوعي ديالك كيعكس لك السلام الداخلي في الواقع ديالك، وخا تكون في وسط المشاكل والحروب. فحنايا في أمس الحاجة للناس تكون متصالحة مع أنفسها وذواتها أكثر من أي وقت آخر. ناس كتشوف الكراهية وكتشوف الحقد وكتشوف المشاكل، العنصرية، الأحكام والتمييز وكل هاد الأشياء اللي ما عندها حتى نهاية. وهاد الناس هادو كتجبروا مراقين على كل هاد الأحكام وهاد الأشياء التافهة. إذن هذه هي الحكمة. فالسؤال المطروح هنايا هو كيفاش نتصالح مع ذاتي أو لا نتقبل الذات ديالي. فمعظم الناس ملي كتقول لهم تقبلوا راسكم فعلا كيتقبلوه، لكن بإكراه وإجبار. فمثلا ملي كتسقسي شي واحد وكتقول له شنو اللي ما عاجبكش في راسك، ممكن يقول لك انا ما متقبلش شي حاجه في شخصيتي، او انا ما متقبلش انني كسول او. وملي كيبغي كيتقبل باكراه واجبار. وهنا ملي كتقبل باكراه فانت كتزيد الرفض لذاتك وكتصنع واحد الصراع داخلي وكتزيد المقاومه، وكل ما زادت المقاومه كل ما بعدتي اكثر عن التصالح مع الذات. إذن شنو هو الحل؟ الحل هو تقبل الشيء اللي زينا رافضه في راسك وتقبل الرفض ديالك للتقبل. وهنايا كيكون الحل. جلس مع راسك وسقسي نفسك شنو هي الحاجة اللي في الواقع ديالي أنا رافضها، وركز على المشاعر ديالك وقول أنا هاد الحاجة هادي اللي أنا رافضها فيا ولا في الواقع ديالي، فهي كاينة عندي في الداخل ديالي وهي اللي كتنعكس على الخارج ديالي. وقول أنا كنتقبله وكنتقبل الرفض ديالي لتقبل هاد الواقع، وخليك كتعاود هاد الجملة. فهنايا كتكون واحد العملية التناغم والتكامل ما بين الذات السفلى والذات العليا، وهكذا كتكون كتبغي راسك ومتقبل راسك من الداخل ماشي من الخارج. فإذا عملتي هاد الشيء اللي كنقول لك كل نهار وجلستي مع راسك وعملتيه، غيزيد التصالح ديالك مع راسك أكثر وتقبل لنفسك وحبك لذاتك أكثر، وتعيش السلام الداخلي والخارجي إن شاء الله.